من خلية التركيب جمهورنا الكريم، أوفياء قنوات التلفزيون الجزائري، أوفياء مجلة إبحار، هذه المجلة الأولى في الجزائر اللي تعنى بمختلف المواضيع اللي دائما عندها علاقة بشريطنا الساحلي، من أقصى نقطة بالغرب الجزائري إلى أقصى نقطة بالشرق الجزائري. مجموعة من المواضيع راح تتعرفوا على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص هذا العالم، عالم البحر، اللي في كل مرة نخليكم تعرفوا أجمل أمتع وأروع المواضيع اللي حنتعرفوا عليها من خلال هذا الفهرس. نداء البحر يتجدد كل عام، يعلن بسعادته لاستقبال الوافدين إليه من بحارة ومنهاليين، ذلك ما يجسده المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات عبر أبوابه المفتوحة لكل الراغبين في اعتناق أمواج البحر. فقطاع الصيد البحري يلهم ويستقطب عديد الشباب اللي يحبوا هذا العالم، يحبوا مختلف التخصصات البحرية. أبواب مفتوحة كان نظمها المعهد الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، كانت حضرتها الزميلة إيمان عرفين، تابعوها في هذا الروبورتاج. تكوين وتأهيل اليد العاملة في تخصصات الصيد البحري أو حتى مختلف ميادين البحر كالنقل، صيانة العتاد والمحركات أو الاتصالات اللاسلكية يعتبر من أهم الأهداف المسطرة من طرف الوزارة الوصية عن طريق عديد المعاهد المتمركزة على ساحل الجزائر. وبهذا الصدد ينظم المعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة أبواب مفتوحة، أين يتيح الفرصة لكل من يهتم بالصيد البحري التعرف عن قرب على مختلف التكوينات بجل فروعها. المعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات داير الأبواب المفتوحة 7 و8 سبتمبر و14 و15 سبتمبر على لاني بيداغوجيك 2022 2023. حبينا جوستومون الجميع اللي جابوا البكالوريا وثانيك لو بوبليك ان شاء الله، اللي حب يدير ان ميتي تاع لا بيش باش تاع البحر يتقدم اي ان ميم طون يسجل روحه. عندنا بليزيور فيليير. يقترح المعهد على الطلاب تخصصات عديدة ذات صلة بالسفن ومعداتها كصيانة المحركات أو الاتصالات اللاسلكية. هنا رانا في قاعات مقلد الاتصالات البحرية اللاسلكية. دونك هنايا مخصص لتكوين ديجا اون طونك موديول، دونك في اطار تاع التكوين العادي انيسيال. دونك لي زيليف اللي يقراو فورماسيون انيسيال ليوتنون دو بيش يقراو ان موديول، سيتادير الموديول تاع راديو كومونيكاسيون تاع الاتصالات هذو، بما في سيتادير تكوين نظري وتكوين تطبيقي هنايا في المقلد. زيد على هذيك نديرو دونك دي فورماسيون دو سيرتيفيكاسيون، دونك الناس لي بروفيسيونيل يجيو تاني سو فورم بور 5 جور، سي دي فورماسيون دو 5 جور. دونك سي دي فورماسيون اللي نديروهم سيتادير اون كورديناسيون اي اون بارتناريا مع لاجونس ناسيونال دي فريكونس ومع تاني لا ديريكسيون دو لا مارين مارش. نحن الآن في ورشة المحركات الكهربائية والمقلدات الميكانيكية، كذلك عندنا محطة إنتاج الجليد، وهي عبارة عن محركات بيداغوجية يحتاجها الطالب في مساره الدراسي والأكاديمي من أجل اكتساب مهارات على الأقل تؤهله أن يكون يعني كفءا، ومهامه الرئيسية يعني الحفاظ على سلامة وأجهزة الآلات الميكانيكية والكهربائية وصناعة الجليد في كل البواخر.
كما يحظى الطالب بجانب تطبيقي من خلال مقلد الصيد البحري أو معدات الوقاية والسلامة من أخطار البحر أو على متن السفينة. الورشة هي عبارة عن مقلد في الصيد البحري. في هذه الغرفة الطلبة يعني يتعلموا باش يديروا تطبيق على كل أجهزة الصيد البحري، سواء يعني في التنقيب ولا في الأمن ولا في الملاحة البحرية. هذا التخصص ولا هذا المقلد ولا هذه الأجهزة مخصصة للرياس، يعني رياس سفن الصيد البحري. يقدر يعني يكون عنده شهادة كفاءة في الصيد البحري، عنده الحق باش يتعلم هنا، رئيس ساحلي ولا رئيس الصيد البحري ولا نقيب في الصيد البحري، هما يعني مخصصة للضباط. أنا في لاصال تاع الأمن البحري والسلامة البحرية. دونك نوتر l'école دونك لي زيلاف اللي يجوا لينا باغمي لي كور ولا المواد اللي يقراوهم هنايا سي بوكو بلوس السلامة البحرية، اون باس بوكو بلوس على السلامة البحرية. كيما راكم تشوفوا هنايا لي جيلي دو سوفتاج لي مويان ولا لي زونجان دو سوفتاج اللي تاني هذا سي ان موديل فريمون امبورطون بور لا سيكوريتي تاع لي ماران في البحر. دونك اون ميم طون تاني عندنا لي جيلي دو سوفتاج لي بوي لي دونك تاني عندنا لي زيكستانكتور دونك هادوما بور نيفيتي ولا باش نكافحوا الحرائق ابور دي نافير دو باش. أما لمن يهتم بتربية الأسماك والمائيات بصفة عامة، هناك فرصة للتكوين من خلال المخبر ومختلف الأساتذة المشرفين على هذا التخصص. في هذا القسم للمهتمين بمجال تربية المائيات نستقبل كل المهتمين سواء بالتكوين ولا افوار ان بروجي في تربيه المائيات، يعني مهتمين يكون عندهم مشروع في تربيه المائيات يتوجهوا للقسم. دونك احنا اولا نعرفوا بالقسم في هذا على مستوى في هذا التكوين تربيه المائيات. احنا لانستيتيو اوفر اون فورماسيون دو تكنيسيان سوبيريور ان اكواكولتور، يعني نوفر تكوين تقني سامي في تربيه المائيات. المستوى هو مستوى نهائي، الشعب العلميه التجريبيه وعلوم تسيير. هنا ديجا نقدم له القسم الاول هو تصنيف الاحياء المائيه. ديجا هذا قسم وحده يقدر يدخل يتعلم، باسكو باش تسمي الحوته ماشي سهل، وكاين اصناف وكاين انواع وكاين سي لا كلاسيفيكاسيون دي زيسباس اكواتيك. القسم الثاني هو دراسه البيولوجيا، والقسم الثالث هو تربيه المائيات. باش يدخل لهذا الدومين كاين اساسيات لازم يعرفوا. لا فورماسيون الي اورينتي سور لو كوتي براتيك. في الكوتي براتيك عندنا زوج انواع، عندنا التطبيق اللي يندار او نيفو في المخبر، وعندنا اللي يندار في الميدان. المتربص تاعنا كي يخرج فونكسيونيل، واش معناتها ديريكتومون il peut travailler. وكأي معهد لا يمكن أن يكتمل التكوين دون مراجع، كتب علمية ودراسات، حيث يضم المعهد مكتبة ثرية بهذه الأخيرة. هنا راكم في المعهد، في المكتبة تاع المعهد تربية المائيات، فيها بزاف المراجع سورتو في التخصصات ثلاثة، في الصيد، في تربية المائيات وفي الصيد البحري. هنايا توجور محلولة من كما نقولوا من الحد حتى الخميس، ويخدموا كان هنايا تاع التلاميذ تاعنا والاساتذه، وكاين ناس التلاميذ من جهه اخرى كما نقولوا باب الزوار، كاين ليسمال يجوا ثاني هنايا يقراوا. لكل من يهتم بمهن الصيد البحري سواء طلبة أو مهنيين، فأبواب المعهد مفتوحة للجميع من خلال مختلف أنماط التكوين التي يقدمها ولجميع المستويات.